ومعنى ان الغرض الاول من المكافآت واللي هو الاشباع، فده بيدل على ان المكافآت ليها فوائد في حد ذاتها، زي ان الطعام والماء بيقدم لنا الطاقه اللي بنحتاجها من اجل البقاء على قيد الحياه، وحصولنا على ترقيه بيجلب لنا مزيد من المال والتقدير، والحصول على قوام ممشوق بيحسن من صحتك. ومعنى الغرض الثاني من المكافآت واللي هو انها بتعلمنا ايه من الافعال اللي يستحق التذكر في المستقبل، وده لان دماغك جهاز راصد للمكافآت، وبالتالي وانت ماشي في حياتك جهازك العصبي الشعوري بيعمل بصوره متصله على رصد الافعال اللي بتشبع رغباتك وتقدم لك المتعه، ولان مشاعر المتعه والاحباط جزء من اليه الفيدباك اللي بتساعد دماغك على التمييز ما بين الافعال المفيده والافعال غير المفيده، وبالتالي المكافآت دورها انها بتغلق حلقه الفيدباك وتكمل دائرة العادات عندك، لأن السلوك عندك لو كان قاصر في أي من المراحل الأربعة مش هتتكون العادة، لأنك لو تخلصت من الإشارة مش هتبدأ العادة من الأساس، ولو قللت من طوقك بالوصول للمكافأة مش هتشعر بالتحفيز الكافي للفعل اللي هيكون عندك العادة، ولو خليت السلوك اللي هتقوم بيه وانت في طريقك لتحقيق عادة أو تكوينها صعب هتعجز عن القيام بيه، ولو المكافأة اللي هتحصل عليها ما كانتش مشبع لرغبتك ساعتها مش هيكون عندك سبب لتكرار السلوك في المستقبل، لأنه من دون الثلاث خطوات الأولى واللي هي الإشارة والطوق والاستجابة السلوك مش هيحصل، ومن غير الخطوات الأربعة كلها مع بعض السلوك مش هيتكرر.